سلام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. المهم اليوم نهار جديد، لقيتوني يلا خرجت من الخدمه، هزيت بنتي وغادي دابا للدار ان شاء الله ونشوفوا كيفاش غندوزو هاد العشيه. المهم رانا ديجا خدمت في الصباح وخرجت مع الوحده، نشوفوا كيفاش غندوزو هاد العشيه ان شاء الله. صراحه مشيت للدار ما درت حتى حاجه، غير ضربتها بواحد النعسه وارتحيت انا ورانيا. ما فقت حتى 6 عاد قلت نوض ندير واحد الطويجين ديال الفخاد ديال البيبي مع بصيله والزبيب نعسلهم. صافي هنا خديت الطاجين، درت فيه اللحم اللي غادا نحتاج، درت فيه شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال التصفيره، حكيت الثومه، واحد شويه ديال الثومه بودر. صافي انا هادشي فاش كنقلي اللحم ديالي سواء اللحم الدجاج، المهم اللي كان هذه هي الطريقه اللي كندير بها انا الطاجين. صافي هنايا تقلاو شويه في الزيت، زدت عليهم الهريسه والحامض مصير وكنقلي ثاني، وكندير اللحم الوسط باش ندير فوق العطريه. انا طريقتي كندير العطريه غير فوق اللحم، ما كنديرش في الطاجين. درت هنا القرفه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال كنور، وهنايا الزعفران. صافي ما غاديش نحرك، غنخليهم غير فوق اللحم. ودرت شويه ديال الماء، بللت باش ما يتحرقش ليا. مني تشحط ثاني واحد شويه، زدت عليهم بصله مقطعه. درت 2 بصلات متوسطات حيت حنا غير 3 في الدار. درت الملحه على البصله، وغندردر عليها شويه ديال البزار باش تجي بنينه، وغادا ندردر عليها كذلك القرفه باش تعسل، وشويه ديال السنيده. صافي هنايا كنت الزبيب غسلته مزيان وخليته مرقاد في الماء، حتى هو درته فوق البصله. وغادا نزيد بطاطا على حسابيت بنتي رانيا، حنا كنبغيوها مقليه ولكن رانيا كتبغيها في الطاجين، فقلت ندير عليها في الطاجين وناكلوا معاها نيت. صافي ستفتها مزيان فوق ديك البصله، ودرت شويه ديال الملحه فوق البطاطا فقط، وبللت الجهد اللي غادي يطيب فيه الطاجين، ولكن نقصت عليه البوطه مزيان باش يطيب على خاطره. اي فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب، ولكن البوطه ناقصه. دز دابا البوطاجي، غادا نجمع كاع ديك الروينه اللي فوق البوطاجي، نغسل الميعنات ونمسح البوطاجي باش نقيه. هنا هاد الزيت كتشوفوا راه باقي في البيدو، حيت القرعه ديالو كنت باغا نغسلها عاد نخبي فيها. صافي هنا مسحت البوطاجي مزيان لحتى داك الزبل، غسلت الميعنات ونقيته، ولا كيبان كيشعل. كنت غنمشي نرتاح، ولكن قلت علاش لا ما ندور شويه بالثلاجه ونشوف شنو اللي خاصها، شنو اللي خاص يتمسح، شنو اللي خاص يتقاد فيها، شنو اللي خاص يتحيد. فقبل نشارك معكم هاد الساك دو كونجيلاسيون اللي خديت من بيم. كنت جرب دوك ديال 5 دراهم وما عجبونيش، صدقت الكاليتي ديالو معينه، فقلت علاش لا نجرب هادو ديال بيم. المهم خديت غير الطاي الصغير اللي فيها 15 صاك، وجبت معايا حتى الكتالوج ديال بيم باش نشوف التخفيضات اللي داروا هاد السيمانه. وصافي غنخليه حتى نسالي عاد نتفرج فيه مزيان. المهم هنا دابا دازت الثلاجه، لقيت هاد لي باد خصهم يتلاحوا، لقيت البواطه ديال الفرماج خوات خصها تعمر، البواطه الاخرى ديجا باقي فيها الفرماج. وحيت هذاك الطرف ديال لافوكا تا هو لقيتو خسر، والبواط الصغار قلبتهم لقيت غير الزبده خوات خصني نعمرها. وصافي هادشي اللي كاين في الجهه الاولى. هبط الجهه الثانيه، لقيت هاد الفول خصو يتقاد باش يدار في الفريغو، لقيت هشام تقضى وخشى ليا الخضره هكاك في الثلاجه، فجبتها عاودت ستفتها من جديد ونقيتها. هنا مطيشه لقيتها كانت عندي ديجا قديمه، هذه كان خصني نطيبها. حيت الديسير تا هو باش نقص منه الليمون ونديرو للفريغو. صافي ومسحت الثلاجه شويه باش تبان شويه نقيقيه. ما كانش الوقت فين غنغسلها، فقلت غادي غير نمسحها وصافي. اذا هنايا غادي ندوز للبواط نعمر. بعدا اول حاجه هو الفرماج، عمرت البواطه ديال الفرماج فاش كانت ساله وكنحتاجوه في الفطور. المهم حاولت شويه كاع داكشي اللي ناقص في الثلاجه غادي نديرو. هنا ستفت الفرماج وغادي نرجعها في الثلاجه. تاني حاجه غادي ندوز ليها هي الزبده، كانت البواطه ديال الزبده سالات، كان باقي عندي واحد شويه في الفريغو من الزبده الاولى اللي كنت خديت، ماشي هاد الاخرى اللي خديت. فقطعتها كامله داكشي اللي بقى ودرته في البواطه، وما كنديرش الملحه. كتعجبني انا لوغو ديال الزبده هكا يبقى المذاق ديال الزبده عادي بلا ملحه. صافي وهنا غادي ندوز اللفت، جاب ليا هشام اللفت على حساب كسكسو، حيدت منه داك الشيء الخضر الفوقاني ديالو باش ما يبقاش مرون الدنيا تما. صافي ودوك الشبيكات قلت بلا ما نغسلهم، خاصهم الوقت فين ينشفوا داكشي، مسحتهم مزيان مزيان
بشيفونه سارده وعاودت مسحتهم بشيفونه ناشفه. صافي بالزربه تنقاو بالزربه نشفوا. بالنسبه لهاد الشبيكات ديال الثلاجه عندي انا كنفرشهم من الداخل، ما كنديرش فيهم الخضره نيشان. بعض المرات كندير فيهم هذاك البابي الورق اللي كيتباع. وكنت خديت هاد السرابت غير من البال، صراحه خديتهم من البال بدرهم الوحده وباقيين جداد وزوينين بالبيض. فبقيت كنديرهم كنستعملهم فاش كيتوسخوا كنصبرهم وكندير وحدين اخرين حتى كنت شريت كميه كثيره. تقريبا شريت شي 30 وحده بهاد البيض بدرهم الوحده. صافي كنديرهم في هاد الشبيكات، كندير فوقهم الخضره باش تبقى ليا طريه. هنا دزت المطيشه حتى هي غير غنمسحها ما نغسلهاش باش ما تخسرش. صافي وغادا نمسح الشبكه حتى هي مزيان بكتانه سارده وغنعاودها بكتانه ناشفه، وغادا نفرش ليهم حتى هي واحد سربيته بيضاء عاد غنحط فيها مطيشه باش ما تخسرش ليا. صافي هنا حتى هاد الشبيكه فرشت ليها هذيك السربيته البيضاء ودرت مطيشه اللي كنت مسحتها. صافي وغادا نديرها دابا في الثلاجه. بالنسبه لهاد الشبيكه الثانيه فيها مطيشه اللي كانت ديجا عندي في السيمانه اللي فاتت، فلقيت شي وحدينات اللي كانوا من الجهه ديال اللور بحال الثلاجه كتعطي شويه الثلج تما خسروا ليا، فعزلتها. اللي باقا مزيانه خليتها واللي خسرات حيدتها. هاد المطيشه هذه غادا نطيبها ان شاء الله باش نرجعها صوص ديال البيتزا. فصافي الشبيكه حتى هي نقيتها ومسحتها مزيان ورجعتها للثلاجه. مطيشه اللي غادي نطيبها بوحدها. جيت لهاد الشبيكه لقيت فيها فلفله حتى هي بدات كتخسر، فقلت غادا نديرها في الكونجيلاتور باش فاش نبغيها نلقاها واجده. كنت باغا نديرها في هاد الساشيات ولكن بانوا ليا كبار بزاف والفلفله غير قليله، فوليت هزيت الاخرى اللي كنت واخده الاولى. خشيت فيها هذيك الفلفله الحاره، انا كتعجبني هذه في المسمن عامر. ما كنديرهاش في الطاجين صراحه، ما كنبغيش نديرها في الطاجين، كنخاف لا تطلق ليا الحروره في الطاجين على حسابي رانيا ما كتبغيش تاكل الحار. صافي كنديرها غير في المسمن عامر. بالنسبه خيزو لقيتو شرا ليا كونتيتي كبيره بزاف، وحنا ما كنطيبوش في الطاجين ولا الكوكوط ولا شي حاجه، ما كيبغيوش ليا. خيزو عنده جوج استعمالات عندنا صافي. في العصير كنديرو في العصير وكنديرو في الحشوات. دونك قسمته على جوج. هاد الخيزو الصغير خليته غير باش نحكو في الحشوات. الطريقه ديالي ديال التخزين ديال الخيزو وكنت جربتها صراحه وصدقات واعره، هي كل وحده كنلوي عليها سلوفان. هاد الطريقه هذه كتخلي لك خيزو واحد شهر ولا شهر وشي حاجه، ما كيخسر ما كيلوى ما حتى حاجه. يعني وقت ما بغيت شي واحد كنهز فقط الكميه اللي غادا نحتاج والاخرين كيبقاو مطرفين في السلوفان. هي واخا تقولوا لي هاد الطريقه كتضيع السلوفان، ولكن اللهم في السلوفان ولا يخسر خيزو اللي صحي. صافي غادا نلوي الخيزو كامل اللي غيبقى في الثلاجه في السلوفان، والكميه الاخرى اللي خليت هذيك هي اللي غادا نسلقها للعصير. نفس الطريقه هنا ثاني الشبكه غادي نفرش ليها السربيته البيضاء. صافي وغنحط فيها داك خيزو اللي لويت في السلوفان، وفاش كنحتاجو رانا كنهزو. انا قليل فين كنستعمل هاد الخيزو. بالنسبه للكميه الثانيه اللي خليت صافي غادا نقيها مزيان وغادا نقطعها مرصوات صغار وغادا نديرها تسلق. خيزو حنا كنشربو في العصير، راجلي كيشربو في العصير، بنتي مره، ولكن الا طيبته ولا درتو في الطاجين ولا شي حاجه هكا كيبقى ما كيبغيوش ياكلوه. على الرغم من ان خيزو صحي وانا كيعجبني خيزو، على بطاطا صراحه، ولكن مني ما كيبغيوش فكنقول صافي بلا ما نديرو، من الاحسن بلاش كاع ما نديرو. صافي هنا انا ساليت نجرت خيزو مزيان وبديت كنقطعهم هنا مرصوات صغار باش يتسلق ليا بالزربه. صافي من بعد ما تسلق كنسقطرو مزيان وكنخليه حتى كينشف مزيان من الماء. عاد كنديرو في البلاستيكات ديال الفريغو، وعاد كنديرهم في الفريغو عفوا باش يسهل عليا نهز غير الكونتيتي والكميه اللي كنبغي. صافي هنا غادي نكمل كاع خيزو كامل وغادا نزيد عليه الماء الكميه اللي غادي تسلق فيه ونديرو فوق البوطه ونقص عليه شويه ونخليه يطيب ونكمل شغالاتي الاخرين. صافي هنا زدت الماء تقريبا ما كاملش ايطرو وصافي ودرتو فوق البوطه يتسلق. بالنسبه لهذا الفول حنا ما كناكلوش صراحه، كاملين كاع اللي في الدار ما كياكلوش، ولكن راجلي ما شراهش غير كان عطاه لي واحد صاحبه. صافي وجابو مني جابو قلت صافي بلا ما يضيع من الاحسن نديروه في
هكا نقيه بعدا ونديروه في بلاصتيكه ونخليه في الفريغو. شي نهار هكا لا رشقات ليا عليه نديروه غير في كسكسو، اما في شي حاجه اخرى ما كناكلش انا الفول في شي حاجه اخرى. صافي نقيته كامل، غير هي صدق غير صغيور من الداخل، شي وحدين تلقاهم خاويين. والمهم لاح ليا غير كونتيتي قليله ماشي بزاف. صافي هنا كنت كملت الكميه كامله اللي لقيت في الميكا، وداك الجلوف لحتهم، الفول اللي كنت درت في البواطه الاخرى حتى هو خشيته في بلاستيكه ودرتو مع فلفله الحاره حتى هما درتهم بجوج في الفريغو. المهم هاد الطريقه هذه كيسهل علينا اننا الا كنا زربانين وخدامين كنلقاو كلشي واجد في الفريغو، فقط كناخذوا الكميه اللي غنحتاجو وكنستعملوها. وصلت هنا للديسير، لقيت الليمون والتفاح. الليمون كان كميه كثيره وانا ما كنا انا صراحه ماشي من محبين الديسير بزاف، كنفضل غير العصير. فشنو درت؟ نقيت بعدا داك البانيو اللي كندير فيه الديسير. واخا تقولوا لي البرد هذا والديسير ما خصوش يدار في الثلاجه، ولكن انا ما عنديش فين نحطه في الكوزينه، فكنفضل انني نديرو غير في الثلاجه. حتى لا بغينا هكا نجبدوه قبل الوقيته اللي غادي ناكلو باش يسخن شويه وكناكلو. واخا ما كناكلوش انا كتاكلو غير راني وباباها. فشنو درت؟ مسحت هاد البول مزيان ديال الديسير، حتى هو نفس السربيته درتها فيه، حيت هذيك اللي كانت مسخه ودرت وحده جديده. صافي هنا خديت الديسير، بديت بالتفاح. انا الديسير هو ما كنغسلوش، الا غسلته كيخسر، فغير مسحته بواحد الكتانه شويه سارده باش يبان نقي. اما فاش كنبغيو ناكلو راه ضروري كنغسلوه. المهم ستفت التفاح كامل في واحد الجهه، والتفاحه اللي مسحتها كنحطها في بلاصتها نيشان. وبالنسبه الليمون قسمته، ما نقولش قسمته على جوج، المهم خليت غير واحد الكميه قليله باش نقطعها ونديرها في الفريغو تاعي على حساب العصير، على حساب داك خيزو اللي سلقت. صافي هنا الديسير هو واجد، خشيته في الثلاجه وخليت غير هاد 5 الليمونات هما اللي غسلتهم مزيان ونقيتهم. صافي قطعتهم ودرتهم تما في بلاستيك على حساب الفريغو. صافي هنا كنت غسلت، بديت كنقي القشره، حيت لي كنحاول نحيد القشره كامله حتى داك الابيض باش ما يطحنش، حيت هو اللي كيطلق المروره. صافي نقيت هنا الليمون كامل قطعته ودرته في بلاستيكه وحده، يعني فاش كيجمد راه بطبيعه الحال نجبد الكونتيتي اللي بغيت انا. هاد الليمون هذا كنديروه مع العصير ديال الخيزو، وفي نفس الوقت كنديروه حتى مع العصير ديال الحامض، يعني كنستعملوه في جوج الانواع ديال العصير. ممكن حتى ديسير مخلط، المهم باناشي ديال كلشي تحتاج معاه الليمون. صافي داكشي علاش قلت غادا ندير غير هاد الكميه، بارك اصلا ديجا الفريغو عندي عامر، فخليت غير 5 الليمونات. صراحه هاد البلاستيكات ديال الكونجيلاتور تينفعوا بزاف، والله الا تينفعوا. وهادو ديال بيم صدقوا زوينين، دوك ديال 5 دراهم في نظري بلا ما تاخذوهم صدقوا خايبين بزاف بزاف، كيتقطعوا من الجنب. هادو ديال بيم صحاح، والسداده ديالهم من الفوق ما كتخليش كاع الهواء يدخل. صافي انا ساليت كنحاول نحيد منه داك الهواء اللي لداخل. وصافي هاد الطاجين ديالنا طاب على خاطرو صراحه، خليته تعسل مزيان. وكنت ديك الساعه صافي عييت من داكشي اللي درت مع مني فقت وانا واقفه. ها هو خيزو حتى هو تسلق، ولكن ما غاديش نديرو دابا في بلاستيكات، غادا غير نصفيه وخليه حتى يتصفى مزيان 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 من الماء، عاد غادا نديرو في الساشيات. بالنسبه للمطيشه انا عييت صراحه، عييت بزاف، مبقيتش قادره انني نكمل، فاحتفظت بها في الثلاجه حتى الغدا. حتى الغدا عاد كنت طيبتها ودرتها حتى هي في البواطه ديالها. وصافي هذا هو الفيديو ديالنا، السلام عليكم.